السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وصفات مريم بان. وغنبقاو ضمن سلسله تحضيرات حلويات العيد. غادي نقدم لكم غريبه بسميده كتجي رائعه، خفيفه وكتمشققه، كتذوب في الفم، كتجي زوينه بزاف البنات وبمقادير بسيطه وفي متناول الجميع. فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاجو في المقادير 6 ديال البيضات، 2 كيسان سكر خشن سنيده، و3 كيسان زيت. بطبيعه الحال كيف ما ديما نعبرو بالكاس ديال العنبه، ودرت واحد القبصه ديال الملحه. نخلط هاد الشيء كامل. وغادي نحتاجو السميده الموسطه، ماشي الغليظه وماشي رقيقه، تكون موسطه. غادي ندير على حسب الخليط، على حسب ما يتجمع، وما تقصحوش العجينه بزاف. ونحتاج 2 خمارات حمر. هاي البنات العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها كتجي على هذا الشكل هذا. كيف قلت لكم ما تقصحوش العجينه لحقاش ديجا غادي من تبقاو تكوروا فيه غادي يبقى يشرب. كيف ما تعرفوا السميد كيشرب. سي وحده الا تجمع لكم صافي حبسوا عليه. انا استعملت كيلو ورطل. ها شحال بقالي منه، بقات لي منه واحد الكميه قليله ماشي بزاف. صافي دابا غادي ندير شويه الزيت في يديا ونكوره. دابا غادي نبقى نزين هكا بلوزه ديال اللوز. تقدروا ديروا قوقعه ولا اللي بغيتو، او تخليوه هكذاك عادي ما ديروا له حتى شي حاجه، هكذا كيجي زين. انا هذا غير اختياري، تقدروا تستغناو عليها ما ديروهاش. وندخله دابا الفران على يكون الفران مسخن من قبل، ونتلاقاو. هيا البنات الغريبه ديالنا كيف جات على هذا الشكل. كما راكم تشوفوا جات رائعه، المذاق كتجي كتذوب في الفم، كتجي زوينه بزاف وسهله ومهله. كيف ما شفتوا انا درت لكم حلويات العيد سهله بمكونات بسيطه، وراه كيدير بزاف، كيخرج لنا كميه كبيره وما فيهاش تعب. وكيف ديما الا عجبكم لا فيديو خليو له واحد الجيم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا باي جديد. ومع السلامه.